السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين. والبيض بتاع الشتا خلاص بيودع. طول ما الدنيا مش حر، طول ما البيض هتلاقيه الصفار بتاعه داكن كده وطعمه حلو. فعلى قد ما تقدري خزني لك كمية الايام دي بقى ما شاء الله. البيض رخيص خالص، البيضة ب3 جنيه ونص، والتلاتة ب10، والبيضة الكبيرة خالص طبعا ب4. الاسعار بتتفاوت من مكان لمكان، بس عندنا في البلد التلاتة ب10 وب3 ونص. ويعني الواحدة لما يكون عندها حجم البيض كبير قوي ممكن تبيعه ب4 لناس كده ايه أكيلة. المهم بقى يا حبايبي، صلوا على النبي كده واقول لكم على طريقتين افضل من بعض. وباذن الله لما تجربوا اي طريقه منهم هتعيش معاك البيض في التلاجة فتره، يعني اكتر من شهرين عن تجربه والله. اول حاجه بس تكوني جايبه البيض بتاعك طازه من مكان موثوق منه. تاني حاجه تحطيه في علبه كده وتحطي بين كل طبقه مناديل اكل عشان تمتص الرطوبه. واهم حاجه طبعا لازم تحط البيضه يعني ايه الحته العريضه تحت والبوز الرفيع فوق، علشان الحته اللي فوق ديت بيبقى فيها هوا. لو انت عكست البيضه مع تقولها فترة طويلة ممكن الهواء يطلع والبيضة تفسد منك، فلازم الحتة الرفيعة هي اللي تبقى فوق والحتة العريضة تحت. تاني حاجة بقى، لو انت هتعيش البيض فترة طويلة مش عايزة تحط عليه مية، انا كمان هسيب لكم في اول تعليق مثبت الطريقة التالتة اللي هي بالمية. طبعا في ناس كتير قالت لي غلط، بس انا جربتها ما فيش اي مشكلة منها خالص. هسيبها لكم برضو في اول تعليق مثبت للناس اللي بتقرف وعايزة تنضف البيض وما تخليش عليه اي حاجة خالص. طبعا الطريقة التالتة ديت هي اصلا انا حاطاها على غلاف الفيديو، الصورة المصغرة بتاعت الفيديو. بس الطريقتين دولت برضو ممتازين ما شاء الله. بتحط بين كل طبقة وطبقة منديل، وبتشيل البيضة النظيفة اللي هي من غير اي اتساخ خالص. تحطها في العلبة وتتركها بقى ايه في التلاجة من تحت، بلاش باب التلاجة خالص. الطريقة التانية بقى بتجيبي كده ايه شوية ملح وشوية مية. اللهم صل على سيدنا محمد. طبعا انا لما بكون بمسك بيض بكون حذرة جدا، واي حاجة بمسك ايدي بتمسك البيض بروح اغسلها او ممسكش الحاجة غير بمنديل زي ما انتم شايفين كده، لان البيض فيه بكتيريا ضارة جدا كلكم عارفينها طبعا، فخدوا بالكم يعني. بتحط البيضة كده في المية بالملح، لان الملح طبعا كلكم عارفين ان هو يعني بيطهر ويعقم، وكمان ايه مادة حافظة يعني. ما شاء الله كنت بقول لكم هنا كنت بلاقي البيضة المكسورة، لان البيض بيجي لي من البلد ساعات بيجي فيه حاجة مفلوقة كده. فما شاء الله شايفين منظر البيض البلدي اصفر داكن وحلو ازاي. وكمان ممكن تحط لو انت عندك كمية كبيرة ومش عارفة تعملي بيها ايه، خزناها في الفريزر، حطها في علب كده وحطها في الفريزر كل 3 4 بيضات لوحدهم، وتطلعي العلبة تعملي بها كيك، تعملي بها بقى تقليها اي حاجة. طبعا الحفظ في الفريزر ممكن يقعد معاكي اكتر من 3 شهور. المهم بقى يا حبايبي تمسكي البيضة تحطها في المية بالملح ديت، وبعد كده ايه بفوطة نظيفة بمنديل اكل بتنضفي البيضة وترجعي ترصها تاني. بس انا عن نفسي يعني الطريقة المفضلة عندي ان انا بغسل البيض بالمية والخل والملح واحطه. لو انا مش هعيشه فترة طويلة يعني ممكن مثلا يعني هستعمله في خلال مثلا اسبوعين 3 اقصاها شهر، بعمله كده بيحصلوش اي حاجة. عارفه انك هتخزنيه فتره طويله طويله، مثلا عايزاه يقعد عندك شهرين، في ناس بتقول اقصى حاجه شهر وبعد كده لازم تتخلصي من البيض. بجد والله يا جماعه عن تجربه البيض بيقعد معايا اكتر من شهرين في التلاجة بالطريقه ديت ما بيحصلوش اي حاجه خالص. بس اهم حاجه ال3 خطوات اللي قلت لكم عليها تاخدوا بالكم منها وتركزوا فيها او تعملوهم هيعيش معاكم فتره طويله. اول حاجه تكوني جايبه البيض من مكان موثوق منه، ولو هو طالع من بيتك مثلا الفرخه بتاعتك اللي بيضاه على طول كده ساعه ما الفرخه تبيض وتاخديه على طول تحطيه في التلاجة. تاني حاجة تحط البيضة الحتة العريضة تحت والحتة الرفيعة فوق. رابع حاجة تحطيها على الرف الأخير بتاع التلاجة اللي فوق الدرج على طول، لأن الرف الأخير بيبقى فيه البرودة عالية. بلاش باب التلاجة، بلاش رف تاني، لأن زي ما قلت لكم البرودة بتبقى عالية جدا في الرف الأخير من التلاجة اللي فوق الدرج. طبعا انا كنت سايبه البيض اللي هو متسخ جامد، عملته بالميه والملح زي ما انتوا شفتوا كده، وبعد كده بنشفه خالص ورصه بات. وخدوا بالكم من حته برضو، ما ينفعش تطلعي علبه البيض من التلاجة وتسيبوها بره التلاجة مثلا ساعتين 3 كده على ما تفتجر وترجعي تحطها في التلاجة. فما ينفعش كده، البيض بيفسد منك. ما ينفعش تاخديه من درجه رطوبه عاليه تخليه ياخد درجه حراره بتاعه الجو وبعدين تحطيه في التلاجة، كده البيض بيفسد منك. خد البيض من العلبه مباشره كده وقومي زقاه في التلاجة تاني على طول في لحظتها. وهأكد تاني يا حبايبي، خدوا بالكم من البكتيريا اللي بتبقى على قشرة البيض. كلكم عارفين طبعا بكتيريا السالمونيلا قاتلة وضارة جدا على الصحة، بتبقى موجود في البيض والسمك واللحمة والحاجات ديت لما تكونيش مسوياها كويس.
وخصوصا موجود على قشرة البيض من بره وفي البيض برضو من جوه لو انت ما سويتيش كويس برضو. فلما تمسكي البيض على طول كده اغسلي ايدك قبل ما تمسكي حاجة تانية. وبرضو لو عندك مثلا حاجة مكسورة زي حالاتي كده حطها في العلبة وزقها في الفريزر زي ما قلت لكم. وفي الاخر بقى تحطي كده على البيض من بره برضو مناديل اكل. واهم حاجة بقى نسيت اقول لكم عليها، لما تحط البيض وتحطيه في علبة تقفلها كويس وبعد كده تحطيها في كيسة سمرة. طيب ليه كيسة سمرة؟ علشان الكيسة السمرة بتحجب الضوء عن البيض خالص فيقوم يعيش معاكي فترة طويلة. فلازم تحطي العلبة في كيسة سودة بلاش كيسة شفافة، وبإذن الله يعيش معاكي فترة طويلة وربنا يبارك لكم يا رب في صحتكم ومالكم وأولادكم. أتمنى الفيديو يكون عجبكم واستفدت منه، وإذا كان الفيديو عجبكم واستفدت منه بأي معلومة متبخلوش عليا باللايك والشير والاشتراك بالقناة. واسيب لكم في اول تعليق مثبت اللينك بتاع حفظ البيض برضو بعد ما تغسليه بالخل والملح زي ما انا بعمله. وباذن الله الطريقه دي برضو لو جربتوها تعجبكم. دمتم في رعايه الله وحفظه، مع الف سلامه يا حبايبي.